السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قصة جديدة، قصة حقيقية. المهم دخلوا في القصة ديالنا. واحد النهار هزيت وليداتي ومشيت الحمام المغربي اللي كلشي كيعرفو. دخلت، بديت كنغسل، دخلت للسخون وتما وانا كنغسل كانوا قدامي واحد جوج بنات يكون في العمر ديالهم 22 24. بنات اللي زوينات اللي باقيين صغار، تبارك الله ما شاء الله، وبجوج بيهم زوينات، ولكن وحده فيهم كانت ما شاء الله آية في الجمال، زوينه بزاف. المهم كانوا كيغسلوا كيضحكوا كيتهاودوا، وكانوا غير بجوج بيهم، ما معاهم لا خوتهم ولا والديهم. وانا جالسين قبالتي كنغسل لوليداتي وداكشي وكنشوف فيهم مره. والمهم وداك الضحك ديالهم وداكشي جاني غريب بزاف، وساعه كنشوف فيهم كنقول ما ياك ما هادو كيضحكوا عليا ولا شي حاجه. المهم بحال تنويت داك الضحك بصوت عالي، والمهم داكشي بزاف، داك العلاقه ديالهم كتبان بشكل. المهم دخلني العجب فيهم وبقيت راده البال معاهم، وساعه كنرمي عيني فيهم. هذيك البنت اللي زوينه بزاف قلت لكم آية في الجمال حكات وسالات. منين حكات وسالات قالت لصاحبتها غادي نخرج اللي معاها السيده اللي مع هذيك الساعه، انا ما عارفاش شكون هذيك، واش صاحبتها ولا اختها ولا شكون. المهم قالت لها شوفي انا راني عييت غنخرج لبرا نتهوى شي شويه صهدت. قالت لها صاحبتها صافي سيري. غير هذيك البنت ناضت خرجت، وهذيك صاحبتها اللي كانت معاها جبدات واحد الطاسه صغيره وبدات كتجمع في داك الوسخ من الارض، هذاك الوسخ اللي حكات، اللي طاح من صاحبتها، كتجمعوا من الارض وكديروا في داك الطويصه. انا منين شفت داك المنظر ما عجبنيش، بقيت كنقول ياك زعما مال هادي علاش كتجمع الوسخ؟ شويه كنقول واه ربما هما كيجمعوا الوسخ ديالهم ما كيرميوهش في الحمام. المهم بقيت بزاف ديال الشبكات ديال، المهم بقيت كنقول شنو هذا الشيء وعلاش كتجمع الوسخ ديال اختها ولا صاحبتها. المهم دخلني الشك، وفي نفس الوقت درت عين ميكا، ما ديت ما جبت بحال هكاك، ما بقيتش نحزز فيهم مزيان. المهم دازت تقريبا شي ربع ساعه وهذيك السيده صاحبتها دخلت هذيك اللي جمعت ليها الوسخ وداكشي، دخلت اللي خرجت تستراح. منين دخلت جلست عند صاحبتها وبقاو كيضحكوا عاوتاني نفس الفيلم، كيضحكوا ويتهاودوا ويتملغوا. شويه هذيك السيده جبدات كتمشط شعرها، هذيك البنت اللي زوينه كتمشط شعرها وكتهكا. منين مشطات شعرها وسالات ودارت الشامبان ديالها وداك الشيء، صافي سلالها الماء، مشات دخلت تعمر الماء من الحمام من البرمه لداخل. هذيك السيده صاحبتها هزات الشيته ديالها وجبدات منها داك الشعر اللي في المشطه وجمعته ودارته في داك الطويصه مع داك الوسخ. انا تصدمت، يعني مره كنت كنرمي عيني وغير بالصدفه كنشوف داك الشيء. المهم هادشي ما عجبنيش نهائيا. فاش شفتها جمعت ليها حتى الشعر، تما عرفت باللي راه شي حاجه ماشي هي هذيك. والوسخ نقولوا يمكن جمعاتو باش ما يمشيش مع الوسخ، ما عرفت ربما كل واحد وشنو كيفاش كيدير. ولكن ملي جمعت حتى الشعر تما دخلني الشك بزاف، وهنا غادي نبقى كنشوف فيهم مزيان، وفاش غيشوفوا فيا غادي نبدل يعني باش ما يحسوش بيا. المهم بقاو هكا كيضحكوا كيهضروا عادي. واحد الساعه وهذيك السيده غسلات شعرها شلاتو، هذيك البنت اللي قلت لكم زوينه بزاف غسلات سالات حكات، المهم صوبت المسائل ديالها. شويه خرجت هذا تبرد شويه ولا ما عرفت واش تجيب الفوطه، المهم خرجت. انا داك المنظر ما عجبنيش، بقيت غير كنشوف كنقول شنو زعما واش نقولها لها واش ما نقولها لهاش. ولكن في التالي غادي نتشجع وغنمشي عندها وغنقولها لها. وخرجت تبعت البنت وقلت لها شوفي بغيت نهضر معاك. قالت لي مسكينه داك البنيت قولي شنو خصك، واش بغيتي شامبوان واش بغيتي شي حاجه. قلت لها لا ما بغيت حتى شي حاجه، انا راني بغيت غير نسولك، هذيك البنت اللي جالسه معاك راه اللي كتضحكي انت وياه وجالسين انت وياه في السخون كتجيك، وهي تقول لي علاش كتسولي. قلت لها انا راني جالسه قبالتكم تما في السخون. قالت لي راني شفتك. وقلت لها غير بغيت نسول زعما شنو كتجيك، وهي تقول لي هذيك السيده بنت خالتي. هنا انا استغربت، قالت لي مالك ياك لاباس علاش كتسولي؟ وانا نقول لها شوفي انا نقول لك واحد الهضره، ولكن الله يعطيك السر ما شتيني ما شتك. انا راني شفت واحد المنظر ما عجبنيش، وما عرفتش واش هادشي في طاسيلتكم نتوما كديروه وفي عادتكم، ولا هاد السيده بغات دير لك شي حاجه. قالت لي داك البنت شنو كتقولي؟ لا ما يمكنش هذيك راه بحال اختي. المهم قلت لها شوفي راه الساعه اللي حكيتي وخرجتي راه جمعت داك الوسخ ديالك كامل ودارته في طويصه. وقلت انا ماشي مشكل، يمكن نتوما كتجمعوا الوسخ ديالكم باش ما يهبطش مع في الحمام، ولكن الساعه اللي رجعتي وبديتي كتغسلي شعرك عاوتاني وداك الشيء، فاش دخلتي تجيبي الماء من السخون راه هي زادت داك الوسخ ديالك داك الشعر ديالك وزادتو مع داك الوسخ اللي في داك الطويصه. وتما دخلني الشك، انا ما فهمتش واش نتوما كتجمعوا الوسخ ديالكم يعني ما كتبغيوهش يبقى تما، ولا هي بغات دير فيه شي حاجه. لا قالت لي ما يمكنش، كتقولي واش تي حمقى غير كتخربقي؟ لا ما يمكنش، يمكن غير شتيها كتجمع شي حاجه صحاب.
قلت لها لا انا راني والله الا هادشي اللي شت. البنت بقات مصدومه، قلت لها شوفي بلي مارا راه دايره في واحد الطويصه ديال الميكا، والمغطيه ديال داك الطويصه في الموف، وراه دايرها مع داك الشبكه اللي فيها السينيال وفيها داكشي الشامبانات. قالت لي صافي. المهم دخلات، منين دخلات بقات كتشوف داك السيده اللي هي بنت خالتها، وهي تقول لبنت خالتها شوفي اري لي داك الطاسه، داك الشبكه. قالت لها بنت خالتها علاش شنو بغيتي يا شابانات عندك وشي تا شنو بغيتي نعطيك؟ قالت لها بغيتك تعطيني هذيك الشبكه كامله نشوف شنو فيها. هذيك بنت خالتها ما بغاتش تعطيها الشبكه، الاخرى بقات كتقول لها اري. المهم بقاو كيدابزوا اري ما تاري اري ما تاري. شويه تجمعات عليهم الجوقه الطيابه جات، قالت لهم مالكم؟ قالت لها هذيك البنت اللي هذا، قالت لها شوفي هذيك كنقول لها عطيني نشوف شنو في الشبكه ما بغاتش. راه شافوها شي ناس كتجمع الوسخ ديالي والشعر ديالي ودارتهم في شي قرعه. جات الطيابه قالت لها صافي رجعي للور. قالت لها الطيابه اش كتجي؟ قالت لها هذه كتجيني بنت خالتي. المهم قالت لها صافي انت رجعي للور. جات الطيابه عند داك البنت قالت لها اري داك الشبكه، حيدتها لها صحه. الطيابه تما الطيابه راكم عارفين الطيابات كيكونوا صحاح وداك الشيء، حيدت لها دفعاتها، حيدت لها داك الشبكه. بقات كتقلب وهي تلقى داك الطاسه اللي في المغطيه ديالها موف، حلتها وهي تلقى فيها الوسخ ديال الكيس، يعني داك الشيء اللي كنحكو، داك البقايا اللي كتكون الجلد الميت، يعني داك الوسخ. وكتلقى الشعر يعني الزغب. قالت لها بصح هادشي راه بصح ها هي جامعه. قالت لها علاش درتي لبنت خالتك هادشي؟ يعني لا شنو بغيتي ديري بهذا الزغب وهاد الوسخ؟ قالت لها داك السيده قالت للطيابه، قالت لها شوفي انا راه بغيت ندير لها محيت هاد بنت خالتي زوينه بزاف وكل شيء كيبغيها، وراه دابا قريب تزوج، وراه شي واحد انا كنت كنبغيه، وداك الواحد مشى خطب بنت خالتي اللي هي هادي معايا. جات هذيك الطيابه بقات كتشوف فيها، قالت لها علاش زعما ديري لبنت خالتك هكا؟ انا بقيت كنبكي وخفت وتخلعت، ما عرفتش داكشي زعما شنو داكشي. هزيت داك الطويصه، لبست حوايجي ومشيت للدار ووريتها هاد الوالديه وخوتي والعائله كامله، وريناها للام ديالها. المهم كلشي ساق الخبر في العائله، كلشي امها وامي وخوتها وخوتي كلشي عرف هذيك السيده يعني شنو كتسوى. فاش بقاو عليها علاش درتي هذا الشيء وعلاش قالت لهم انا بغيت نسحر ليها في داك الشيء باش تولي قبيحه، باش هذاك السيد ما يتزوجش بها. كيفاش وشكون اللي قالك جيبي هذا الشيء؟ قالت لهم مشيت عند واحد السيده سحاره، يعني شوافه ديك اللي كيديروا داك الشيء السحر، الله ياخذ فيهم الحق. داك السحاره الله ياخذ فيهم الحق من هذا النهار، من هذا المنبر. قالوا لها تدينا عند هذيك السيده نشوفوها. داتهم قالت لهم يلا معايا. المهم مشاو معاها عند هذيك السيده اللي قالت لها جيبي لي الوسخ ديالها والشعر ديالها. السيده في واحد الدار حالتها، واحد السكنه حالتها، واحد البيت مظلام، وجالسه تما الناس عندها بالملايين الناس، يعني قافله داخله وقافله خارجه، وهي جالسه كتكتب ليهم وتخربق عليهم، والناس كيعطيوها الفلوس والناس متيقينها بداك الشيء. ما فهمتش انا في هذا الشيء. المهم قالوا لها زعما علاش هكا؟ والسيده منين قالت لك راه هذيك بغات دير لبنت خالتها، تما تقولي لها حشومه هذيك راه بنت خالتك، علاش نتوما كتبغيو تضرروا الناس؟ المهم ما خلاوش لداك الشوافه. قالت لهم انا ماشي شغلي، هذيك هي الخدمه ديالي، انا كنخدم، اللي قال لي شي حاجه كنصوبها له، والجواد ديالي هما اللي كيخدموا ماشي انا هنا غير جالسه، يعني غير بحال نقولوا غير كنتسخر. الخدمه ديالي هي هذه، كناخذ فلوس عليها، ما عندكمش لاش تلوموني انا، نتوما اللي العائلات اللي يعني شوفوا السن والحسب اللي بيناتكم. صافي هذيك الشوافه دابزوا معاها مشاو بحالهم. هذيك الام، ديك بنت خالتي مع الام ديالها يعني ما بقاتش العلاقه هي سالينا، شي ما بقى كيمشي عند شي، يعني حتى شي واحد ما بقى كيوصل شي واحد. داك الخطيب اللي كانت قالت لك غتسحر لي عليه باش يعني ما نتزوجش انا به وهي كتبغيه، ساليت معاه. عيا فيا مالكي وعلاش ساليتي وشنو السبب؟ قلت له انايا هذيك هي يعني الحاجه الوحيده اللي غندير هو انني بسببك كانت صحتي غادي تمشي، بسببك حياتي كانت تضيع. السيده شنو لقيتها كدير لي وشنو كدير لي؟ مني هاد السيده كتبغيك اخويا سير تزوج بها وبعد مني انا. قال لي داك السيد انا ما كنعرفهاش اصلا وما عمرني شفتها معاك. المهم قلت له انا هاد الزواج غنساليوه، ما يمكنش نتزوج بشي واحد عنده يعني وحده اخرى حاطه عليه العين. صافي تفارقت انا وداك السيد، تفارقت مع بنت خالتي، العائلات ما بقيناش شي كيمشي عند شي سالينا. تما عرفت باللي يعني الحسد كاين والسحر كاين والغيره كاينه. ومن تما ما بقيت نمشي لشي حمام، لان لا بغيتي تمشي لشي حمام سيري بوحدك ولا انت والام ديالك، وسيري لشي حمام اللي بعيد، واصلا الحمام راه حرام.
هادشي علاش يعني ربي محرم علينا هاد الحمام. فالحمام كيوقعوا فيه غير الكوارث صراحه ديال الله. هنا كتسالي القصه، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، وكنتمنى تردوا البال. راه هادشي ديال السحر كتر بزاف كتر بزاف، وخصوصا هاد الايام كتر بزاف. فالناس ما بقاتش كتلقى لا خدمه لا والو، شنو ولا اتجهت للسحر. اللي بغى يتزوج كيمشي يسحر، واللي بغى شاف البنت زوينه كيمشي يسحر. لا المهم هادشي ديال السحر راه كتر بزاف، الله ياخذ فيهم الحق. وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم. السلام عليكم.